يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام صلاح واهلا بيكم في لايف جديد، يوم جمعه جديد. هنتكلم النهارده عن موضوع شاغل ناس كتير قوي، وهو ازاي نعمل استهداف صح، وايه هي اسرار الاستهداف الصح على الفيسبوك والانستجرام. وزي ما احنا متعودين كل يوم جمعه هيبقى عندنا جزء في الاخر للاجابه عن اسئلتكم، فسيبوا لي الاسئله اللي عندكم تحت في الشات، بحيث ان شاء الله لما اتكلم عن الموضوع ده نمسك شويه كده نمسك شويه اسئله في الاخر ونجاوب عليها باذن الله. الفيديو اللي هنتكلم عنه ده بقى انا عايزكم تاخدوه هو كده، ده الكبسولة اللي هو انت مش هتبقى محتاج بعدها حاجة تاني في الاستهداف. يعني انت لو عندك لسه اي سؤال بعدها او حاسس ان انت مش عارف توصل للعميل بتاعك، لا انت هنا انت مش محتاج حاجة زيادة، لكن هي بقى طريقة ازاي تطلع العميل من وسط ال 2 مليار واحد اللي موجودين جوه الفيسبوك. هقول لكم على ايه احسن الطرق اللي انت المفروض تمشي بيها علشان تحاول تطلع العميل ده بقدر الامكان، وهقول لك برضو الطريقة التانية اللي انت ممكن تستعملها، بحيث لو انت مش عارف تلاقي العميل، بتحاول انت تدور على نوعية عميل معينة ومش لاقيها. طب تلاقيه ازاي؟ لان انت مثلا لو انت عايز تبيع حاجة لرؤساء الدول، طب ما هو رؤساء الدول هم موجودين على الفيسبوك، بس هتستهدفهم ازاي؟ مفيش حاجه اسمها بريزيدنت في الاستهداف. فمن هنا هنبتدي بقى نحاول نفكر باسلوب تاني، وده اللي انا ان شاء الله هتكلم معاكم فيه النهارده في الفيديو. زي ما قلت سيبوا لي الاسئله اللي عندكم في الشات بحيث ارجع لها في الاخر باذن الله. خلينا دلوقتي نبدا مع بعض ونروح للاد اكونت بتاعي واوريكم الدنيا تمشي ازاي. طبعا اللي انا هقوله ده ينطبق على اي كامبين اوبجكتيف، يعني على اي هدف من اهداف الحملات الاعلانيه اللي انت هتعمل عليها اعلانات. الاستهداف ده ملوش علاقه يعني هم كلهم الاستهداف ده واحد لكل الكامبين اوبجكتيفز. يعني مفيش فكره انا بفكر بيها او مفيش طريقه تفكير بفكر بيها مثلا لما باجي اعمل ريتش، وطريقه تفكير لما باجي اعمل رسائل، وطريقه تفكير لما باجي اعمل كونفرجنز. هي طريقه التفكير واحده، وهي ان انت ازاي تلاقي الناس اللي هم هيبقوا المفروض اكتر ناس تتفاعل مع البيزنس بتاعك، واكتر ناس اللي هي المفروض في الاخر تتحول لمام ناكله، لان ده اللي احنا بنبقى عايزينه من ورا البيزنس بتاعنا. احنا ما يهمناش اللايكات، ما يهمناش الانجيجمنت، الا لو وراها هدف استراتيجي اللي هو انها تجيب لنا فلوس، زي ما احنا اتكلمنا كتير قبل كده. خلينا دلوقتي نروح نعمل اي كامبين، يعني نقي اي كامبين في دماغك، بس انا دلوقتي هنقي المسجات في يعني بحيث ان ناس كتير بتستخدمها. خلينا ندوس هنا كونتينيو، وعلى طول ما تبصش على الكامبين ولا تروح للاد ليفل، روح على طول على الاد سيت ليفل اللي هي الليفل التاني جوه الكامبين عندك. فلما هتنزل تحت شويه وهتلاقي حاجه اسمها اودينس. الاودينس ده بقى اللي هو الجمهور اللي احنا بنستهدفه. اول حاجه طبعا عندك هنا، سيبك دلوقتي من الكاستم اودينس واللوكا لايك اودينس، دي هنجيلها بعدين. لكن اول حاجه خالص هنبص لها هي اللوكيشن او المكان او الدوله اللي انت بتستهدفها. طبعا دي ما فيهاش كلام، كلنا بنبقى عارفين ان احنا عايزين نستهدف مناطق معينه. بس الحاجه اللي انا عايز الفت نظركم ليها هنا هي الاوبشن الصغير اللي هو في اللوكيشنز فوق ده. لو انت بتستهدف مثلا مدينه معينه او شارع معين، وليكن انا عايز استهدف دلوقتي القاهره، تمام، وانا قاصد اكتبها بالعربي عشان اقول لكم ان برضو الادسет بتقبل العربي عادي، عشان لو في حد مش عارف يلاقي حاجه بالانجليزي اكتب بالعربي هتلاقيه بيطلع لك النتائج عادي. فدلوقتي انا ممكن لو انا عندي حاجه معينه في شارع معين جوه القاهره، خليني اقلل الراديوس قوي كده او القطر اللي انا بستهدفه. ممكن تيجي هنا تختار، هل انت عايز تختار الناس اللي هي عايشه في المكان ده او اللي كانت بتزور المكان، ولا انت عايز الناس اللي هي عايشة في المكان ده، ولا انت عايز الناس اللي هي كانت رايحة مثلا مشوار ورجعت، ولا انت عايز الناس اللي هي بتسافر للمكان ده لكن في الحقيقة هي يعني البيت بتاعها على بعد 125 ميل او اكتر من المكان ده. فطبعا انت دي هتبقى ليها علاقه مباشره بالبيزنس بتاعك. لو انت بتخدم مثلا نطاق محلي، لو انت عندك مثلا صالون تجميل او كده، فانت طبيعي ان انت هتستهدف الناس اللي عايشه في المكان اللي انت فيه. لكن لو انت بتبيع حاجه اونلاين مثلا، فساعتها خلاص مش هيفرق معاك قوي الحته دي. دي اول حاجه خلوا بالكم منها في الاستهداف. لما نيجي ننزل بعد كده هتلاقي تستهدف الناس بالعمر والجندر، اللي هو راجل ولا ست. بنسبة كبيرة
بستهدف دايما انا فوق ال 21 سنه، لان اقل من كده بيبقى صعب شويه ان انت تلاقي في ناس معاها فلوس انها تصرفها. فبالتالي انت لما بتغير في العمر هنا هتلاحظ ان البوتنشال ريتش بيتغير معاك، اللي هو الناس اللي انت بتستهدفها. فمن هنا دي بقى هتيجي بناء على معرفتك انت بالكاستمر بتاعك تحديدا، لان انت دلوقتي بتبيع خدمه معينه. انا لو ببيع مثلا حاجات للفتنس والجيم، مين اكتر ناس ممكن تكون في الفئه دي؟ هنا لا، هنا بقى انا هرجع ادخل ال 18 معايا. ليه؟ لان الناس دي بتروح الجيم وناس رياضيه. بس الناس اللي هي مثلا فوق ال 55 فوق ال 50 هيبقوا مش دايما متفاعلين مع المنتجات اللي انا هبيعها اللي ليها علاقه بالفتنس. فانت هنا لازم هتبتدي تفكر في مين هو العميل المثالي اللي انت بتستهدفه. ولو انت بتعمل اعلانات فقط، فالمفروض اجابه السؤال ده هتكون عند العميل اللي انت بتعمل له اعلان. يعني العميل اللي انت بتعمل له اعلان ده هو عامل البيزنس وعارف مين الناس المثاليه، مين الافاتار، مين الدريم كاستمر بتاعه. هو لو مش عارف اجابه السؤال ده يبقى هو اساسا عامل البيزنس بتاعه على اساس خاطئ اصلا. فهو لو مش عارف الموضوع ده، ممكن بقى احنا هنا نلجأ لجوجل ونشوف مثلا مين اكتر ناس يعني بتحب الحاجة المعينة دي وهكذا، وتعرف اعمارهم. اللي هو انت مثلا تيجي على جوجل وسي دلوقتي انت بتبيع مثلا مكملات غذائية، فانت لو جيت هنا تكتب في المكملات الغذائية المكملات الغذائية وابتدي اتفرج، شوف جوجل هيطلع لك ايه. هتلاقيه بيطلع لك للرياضيين، للحامل، المكملات الرياضيه الطبيعيه، لمرضى السرطان، لزياده الوزن. الحاجات دي كلها انت ممكن تعمل عليها استهدافات. انت ممكن تعمل اد سيت للرياضيين، الناس اللي بتحب الفتنس، اد سيت للناس اللي هم البريجننت او الناس اللي هم خلاص هيولدوا قريب، اد سيت تالتة للناس اللي هي بتحب الناتشرال برودكتس او المنتجات الطبيعيه. فانتوا متخيلين جوجل هنا بيجاوبك على كل الاسئله في الاستهداف اللي انت بتفكر فيه. نرجع تاني للاد سيت، هتلاقي هنا بقى الديتيلد تارجتنج او اللي هو الاستهداف التفصيلي اللي انت هتبتدي تحط فيه الاستهداف اللي انت هتعمله. لما تيجي تبص عليه للوهلة الأولى وجيت تدوس على براوز هنا، هتلاقي في عندك 3 حاجات رئيسية. هتلاقي في ديموغرافيكس اللي هي الناس دي مثلا الاديوكيشن بتاعها ايه، مستواهم المادي قد ايه، هل هم آباء ولا لأ، الريليشن شيب هل هم مثلا عزاب ولا هل هم مخطوبين، هل هم متجوزين، شغالين في بيزنس معين مثلا. طبعا بشكل عام تمام. الاديوكيشن لو جيت دخلت عليه هيقول لك مثلا هم درسوا فين، المدارس ايه، الاديوكيشن ليفل بتاعتهم، هل هم خريجين جامعات، هل هم لسه اندر جراديويت لسه متخرجوش ولا ايه بالظبط. نفس الكلام في الفاينانشال، لو انت جيت دخلت بس الانكم ده في اليو اس بس، لو انت بتستهدف الماركت الامريكي هيقول لك هل انت عايز الناس اللي هي بتقبض اكتر 10% ولا اكتر 25% ولا ايه بالظبط. تقدر ان انت تبص على الحاجات دي كلها، هتدي لك انسايتس وداتا كتير جدا في حاجات انت تقدر تستهدفها. لو جيت للبيهيفيرز اللي تحت، هتلاقي البيهيفيرز دي اللي هي السلوك بتاع الناس، ودي من اكتر الحاجات اللي انا بعتبرها دقيقة جدا في الاستهداف. لان الحاجات اللي فوق كلها سواء اهتماماتك سواء الديموغرافيك ودخلك كام والحاجات دي كلها انت ممكن تلعب فيها، لانها بتعتمد على انت بتدخل داتا عامله ايه للفيسبوك. انا ممكن اجي على البروفايل بتاعي واكتب ان انا مثلا سي اي او شركه مايكروسوفت، تمام. بس ده مش صح، ده مش حقيقي. بس هو الفيسبوك في الداتا عنده هيسجل ان انا كاسلام سي اي او لشركه مايكروسوفت، وبالتالي لو انت بتستهدف مايكروسوفت باي حاجه الاعلان هيطلع لي وانا عمري ما هشتري منك حاجه. فده اللي بيبوظ نتائج الاعلان. اي نعم انت مش هتقدر دايما ان انت تتحكم في الموضوع ده، ولكن على الاقل بنحاول بقدر الامكان ان احنا بنضيق الموضوع بشكل دقيق شويه. فالبيهيفير هنا لما نيجي نبص عليها او اللي هي سلوكيات الناس على الفيسبوك، الناس المفروض لما تدخل على الفيسبوك بتعمل حاجات معينه غصب عنهم، الفيسبوك بيلقط السلوكيات دي. فسي مثلا دلوقتي حد داخل من على ايفون او حد داخل من على اندرويد او حد تاريخ ميلاده مثلا، لا ده تاريخ الميلاد ده كان فوق في الديموغرافيكس. بس انت دلوقتي ممكن تيجي في الانيفرساري، ممكن تيجي في الديجيتال اكتيفيتيز تبتدي تشوف هو مثلا داخل من على اوبريتنج سيستم عامل ايه. ممكن تيجي تشوف هل هو مثلا ايه نوع الانترنت براوزر اللي هو بيدخل منه، شغال من على كروم، من على سفاري. الناس طبعا اللي بتدخل من على سفاري دي بيبقى معاهم ايفون، وبالتالي ممكن يكون الناس دي من الناس اللي عندها قوة شرائية عالية. فدي برضو حاجات من الحاجات اللي انتم ممكن تستعملوها. فسي دلوقتي انا عايز اشوف الناس اللي هم سمول بزنس اونرز، الناس اللي هي عندها بزنس صغير، الناس اللي كانت ساكنه في بلد معينه
وبعد كده راحت بلد تانية، او الناس اللي هي كانت المفروض عايشه في بلد معينه ودلوقتي عايشه بره. سي انا واحد من مصر مثلا بس دلوقتي عايش في امريكا، فلو انا عايز استهدف المصريين اللي عايشين في امريكا يبقى من الاكسباتس. ممكن تيجي برضو تنزل اكتر من كده، تشوف الناس، تشوف الترافل بيهيفير. الترافل بيهيفير ده الناس اللي هي بتسافر كتير. فدلوقتي سي انا عايز استهدف مثلا الناس اللي هي بتسافر كتير، علشان عايز اعمل دلوقتي، عايز ابيع شنطة معينة. تمام، فسي دلوقتي انا هستهدف الناس اللي هي مهتمة بالشنط السفر. هكتب اهو حقيبة، تمام، او اللي هي السوت كيس. يبقى انت هنا استهدفت كل الناس اللي مهتمه بالحقائب. تمام، ده في القاهره، انا طبعا هشيلها دلوقتي، ما علينا يعني. خلينا دلوقتي مستهدفين دوله معينه اللي هي مصر دلوقتي كلها. وطبعا انت بتبتدي العب في الموضوع ده حسب المكان اللي انت بتبيع فيه. لو انت ليك محل على نطاق ضيق، خلاص خليك في المحل بتاعك. دلوقتي انا استهدفت الناس اللي هي مهتمه بالشنط كلها. تمام، ممكن اجي هنا من نارو اودينس، اضيق الاستهداف بتاعي اكتر وادخل بيهيفير فيها. بيهيفير، واقوم مختار الناس اللي هي بتسافر الترافل، واختار الفريكوينت ترافلرز، الناس اللي هم بيسافروا كتير. يبقى انا هنا استهدفت الناس اللي مهتمه بشنط السفر وبتسافر كتير. تمام، ده اول خيار انا ممكن اعمله. تاني خيار انت ممكن تعمله انك تيجي تعمل دوبليكيت للاد سيت. طبعا ده اول حاجه انت هتعمل لها تيستنج. انا اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان مفيش في مره انت هتعمل استهداف وهيطلع لك من اول مره الاستهداف ده بيجيب نتائج. دي نادرا ما هتحصل. انت دايما هتفضل تعمل تيستنج، هتفضل تجرب ولحد ما تشوف ايه الحاجه اللي هتجيب لك نتائج. دلوقتي في الاد سيت الثانيه انا مثلا هتارجت الناس اللي مهتمه بالسوت كيس بس، وهاجي هنا هسميها هي سوت كيس عشان ما اتلخبطش، وهستهدف بس الناس اللي مهتمه بالسوت كيس. هطلع تاني فوق للليفل اللي احنا كنا مختارين فيه الحاجتين، وخلينا نسميه دلوقتي سوت كيس بلس فريكوينت ترافلرز. وخليني برضو انسخ الاد سيت دي مره كمان. وطبعا انت ممكن تتحكم، تحط بادجت صغيره لكل واحده، تحط مثلا $5 لكل واحده وتعمل تيستنج بيها وتشوف النتائج اللي هتطلع لك. وشوف الفيديو اللي انا عملته على تحليل نتائج الحملات الاعلانيه، هسيبه لكم ان شاء الله بعد اللايف ده تحت في الديسكربشن، عشان تعرف النتائج اللي عندك دي بتقول لك والله انت كده الاد سيت دي مطلعه لك ارقام كويسه ولا لا، الاستهداف ده مطلع لك نتائج كويسه ولا لا. ومهم جدا ان انت ما تحطش كذا انترست في اد سيت واحده. يعني ما تجيش هنا تعمل سوت كيس وتقوم حاطط بقى هاند لاجج وحاطط باجج وحاطط باك باك، لان انت هنا مش هتعرف انهي انترست اللي جايب لك نتيجه كويسه. انت كل حاجه من الحاجات دي فيها ناس معينه انت بتستهدفها، فانت لو جابت لك نتائج، طب انهي واحده من دول اللي جايبه لي نتائج؟ هنا انت ساعتها هتتوه نفسك جدا. دلوقتي احنا عملنا دوبليكيت، خلينا بقى نشيل السوت كيس ونستهدف هنا الفريكوينت ترافلرز بس. تمام، يبقى ده كده برضو استهداف تاني انا ممكن اعمله. ممكن اعمل استهداف كمان. ممكن تفتكروا مثلا انا ممكن اعمل ايه استهداف كمان؟ ممكن اجي هنا وخلينا ننسخ الاد سيت دي، وخليني اروح على جوجل، عمو جوجل صديقنا اللي احنا هنعتمد كتير عليه جدا في الاستهداف، وهنكتب مثلا فيه، شيل بقى المكملات الرياضيه وخلينا نكتب السوت كيس براندز، اللي هي براندات اللي بتبيع الشنط. تمام، وخليني انقي اي براند من دول، وليكن مثلا حاجه زي ترافل برو مثلا. وخلينا نيجي هنا على الاد سيت، وخليني احط هنا اكتب ترافل برو. هنشيل سوت كيس، او خلينا نحط هنا جنبها وبعد كده نبقى نشيلها، نكتب ترافل برو. ترافل برو شفتوا طلعت ازاي؟ بس طبعا مش شرط كله هتلاقي فيه ناس كتير. يعني انا دلوقتي لو مسحت كلمه سوت كيس هتلاقي ان ترافل برو لوحدها فيها اساسا اودينس صغير زي ما انتم شايفين 27,000 وشويه. فبالتالي مش كل البراندات هيبقى فيها رقم كبير. حتى انتوا شايفين هنا الريتش صغير جدا. انت هنا بقى ممكن تعمل السجستشنز وتنقي حاجات تانية، حاجه زي اللي هي السامسونايت دي، انتوا لو خدتوا بالكم كانت موجوده هنا برضو اللي هي اول واحده. فهتلاقي ان انت هنا ضفت برضو حاجه كويسه تانية. فانت هنا خليني هاخد السامسونايت دي دلوقتي وهسمي الادسيت دي سامسونايت. كده يبقى انت عملت كذا اهتمام او كذا استهداف، وكلهم ناس محتملة جدا انها تشتري منك. جوجل معاك،
تمام، ومعاك السجستشنز اللي هي الاقتراحات اللي هي هتبتدي بقى تقول لك ايه الحاجات التانية اللي انت ممكن تختارها في الاد سيت بتاعتك، وخليك على اد سيت واحده. الحاجة التانية برضو اللي انا عايز اقولها لكم دلوقتي، سي انت جبت خلاص شوية نتائج بالطريقة دي. الطريقة دي انا بعتبرها هي الطريقة الاولى والمثلى انها تجيب لك داتا وشوية شراءات او شوية زباين لما يكون ما عندكش لسه اي بيانات خالص ولا عندك اي كاستمر اشتروا منك. لكن خلي بالك ان بعد فترة هتلاقي ان ما عادش بيجي نتائج. ده لان برضو النطاق اللي انت مستهدفه هو نطاق صغير، انت مستهدف استهداف واحد ومستهدف بلد واحدة والبادجت صغيرة والعملية اخر طين. بس لما هتبتدي بقى تجيب داتا هترجع بعد كده على ايه بقى، حاجه كنت اتكلمت فيها قبل كده لو تفتكروا، هتعمل منهم لوكالايك اودينس. لوكالايك اودينس دي يعني معناها ان انت هتعمل جمهور مشابه من الجمهور اللي هو اشترى منك، او الجمهور المشابه من الجمهور اللي تفاعل مع البيزنس بتاعك وما اشتراش، بس انت بتحاول تقرب من البيزنس بتاعك. سي انت بتحاول مثلا تستهدف تجار فاكهه وما انتش عارف تلاقي فين تجار الفاكهه دول على الفيسبوك، فانت ممكن تعمل حاجه بشكل اللي هو جنرال، اللي هو ايه، اللي هو مثلا انا دلوقتي بستهدف تجار الفاكهه، فهستهدف مثلا كلمه مانجو او كلمه عنب مثلا او بيريز او اي حاجه، وهشوف مين الناس بقى اللي بتتفاعل مع الاعلان بتاعي، وبعد كده هعمل منهم لوكالايك اودينس. من ان احنا هنيجي بقى بعد كده هتعمل بقى طبعا كاستم اودينس. الاول هتعمل كاستمر ليست زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو بتاع الكاستم اودينس والفيديو بتاع اللوكالايك اودينس، هسيب لكم كل التفاصيل تحت. فهتعمل الكاستم اودينس بتاعك وهتعمل لوكالايك اودينس، وبعد كده لما هترجع عندك على الاد اكاونت هتيجي فوق خالص في الاودينس تاب وهتختار اللوكالايك اودينس بتاعك من هنا. فده برضو الاوبشن التاني اللي انت ممكن تعمله علشان تضمن ان انت تستهدف ناس قريبة جدا من الحاجة اللي انت او من الناس اللي انت عايز تستهدفها. نكمل في الاد سيت لما نيجي نشوف بقى قصة الاستهداف بتاعتنا. هتلاقي عندك حاجة اسمها اللغة اللي هي الناس اللي انت هتستهدفها على الادز مانجر بتتكلم ايه. يعني انت هتختار من هنا لغة معينة للناس عاملاها عندهم على الفيسبوك. ما بفضلهاش قوي، ما بفضلش العب فيها. يعني انت لو عايز تستهدف حتى الناس اللي هم الهاي كلاس في مصر، اكتب الاعلان بتاعك بالانجليزي بس وخلاص، تمام. لكن الحاجه برضو اللي انا عايز انبهكوا ليها، ما تضيقش دايما الاستهداف قوي. كان في فيديو برضو انا عامله بتكلم فيه بالتفصيل عن حجم الاودينس المثالي او حجم الجمهور المثالي بالنسبه لك. لما انت بتضيق قوي الاستهداف بتاعك، الناس مش كل الناس هتبتدي انها تتعامل، او مش كل الناس هتشوف الاعلان بتاعك. ليه؟ لان انا ممكن يبقى عندي طريقة معينة او اسلوب معين في التعامل مع الفيسبوك، وما بكون يعني ما كنش بقول كل حاجة على الفيسبوك. يعني يكون ليا تصرفات معينة بس مش كلها ظاهرة على الفيسبوك، انا مشترك في حاجة معينة بس مش قايلها للفيسبوك، وبالتالي لو انت ضيقت الدنيا قوي الفيسبوك عمره ما هيوصل لي. فاحيانا انت ممكن تبتدي بقى تعتمد بعد كده على الانترستس اللي هي تسيب البراح شوية للفيسبوك. يعني اللي هو خلي الاودينس بتاعك نص مليون، من نص مليون وانت طالع، ما تقلش عن كده عشان ما تخنقش الدنيا على الفيسبوك. هو كده كده لما هيبقى عنده داتا من الطريقه اللي انا بوريها لكم دلوقتي دي، هو اوريدي هيعرف خلاص، والله هيقول اسلام كده كده بيتصرف تصرفات قريبه من الحاجه اللي انا بعمل لها الاعلان دلوقتي، فهيبتدي يطلع الاعلان ده لاسلام، لان هو عارف ان اسلام ليه سلوك على الفيسبوك قريب من السلوك اللي انت كمعلن او اللي انت كادفرتايزر بتدور عليه. خلينا ننزل للحاجة الأخيرة دلوقتي اللي احنا عايزين نبص عليها في الاد سيت. هتلاقي هنا برضو حاجة اسمها show more options. show more options دي هتقدر تختار منها اللي هي connections دي، انت تقدر تختار منها الناس، مثلا لو انت عايز توري الاعلان برضو للناس اللي هم عاملين فولو او لايك للبيج بتاعتك، او الناس اللي شبههم ولا ايه بالظبط. فدي برضو اوبشن انت ممكن تخليه في بالك. ننزل على البليسمنت اللي هو الاعلان بتاعك هيظهر في اماكن عامله ازاي، ودي برضو انت ممكن تستعملها على فكره في حته الاستهداف. ازاي؟ لما هتيجي هنا على المانيوال بليسمنتس هتلاقي هل انت عايز الاعلان بتاعك يظهر على مثلا الموبايلات ولا عايزه يظهر على الديسكتوب. تمام؟
دي برضه انا ما بلعبش فيها قوي. وعموما اصلا انا كده كده بعمل الاعلان بتاعي اوتوماتيك بليسمنتس، ما بقعدش بقى اقول خليها فيسبوك وخليها انستجرام وخليها لابتوب، شيل الاودينس نتورك، شيل الماسنجر. كده كده الفيسبوك ما بيصرفش فلوس في حاجه هو شايف ان مش هيجي منها نتائج. الاي اي مؤخرا بقت ذكيه جدا وبقت بتجيب افضل نتائج ممكنه من غير ما انت تلعب. هو ممكن يصرف ربع جنيه مثلا في مكان معين، يعرف ان هو مش هيجيب نتائج فخلاص بيشمعه بعد كده ما بيقربلوش. فما تخافش ان انت تعملها اوتوماتيك بليسمنتس ده، لان انا جالي نتائج كتير من حاجات انا ما كنتش متخيل ان ممكن يجي لي منها نتائج اصلا. يعني احيانا كتير انت لما تيجي تبص في الاماكن اللي موجوده هنا ممكن تلاقي عندك الماركت بليس. الماركت بليس كان بيجيب لي نتائج كتير جدا. في ناس تقول لك شيل كل ده وخلي الفيدز بس، ليه؟ انت مش ضامن النتائج هتجيلك منين. فخليها اوتوماتيك بليسمنتس. لكن لو انت عايز تظهرها في بلاتفورم معين، يعني انت عايز الانستجرام بس، خلاص شيل كل حاجه، شيل كل حاجه كده وخلي الانستجرام بس هو اللي شغال، وهكذا. يبقى انت كده عملت الاعلان للانستجرام فقط، وكمل بعد كده في الكرييشن بتاع الاد بتاعك عادي. ولما تيجي في الاد مثلا ممكن تحط شويه هاشتاجات وبتاع. الحاجه اللي كنت عايز اوريها لكم بقى، لما هتنزل تحت هنا هتلاقي شو مور اوبشنز، وهتلاقي حاجه اسمها ديفايسز او الاجهزه. الاجهزه دي برضو انت ممكن تختار منها الناس اللي هي معاها اجهزه اي او اس او الناس اللي معاها اجهزه اندرويد. فلو انت عايز تتارجت الناس اللي ماسكه اجهزه ايفون او الناس اللي ماسكه اجهزه اندرويد، تقدر برضو ان انت تستهدفها من هنا. ليه؟ لان انت برضو الناس اللي ماسكه اجهزه ايفون ممكن يكون فئه اعلى شويه من الناس اللي هي ماسكه اجهزه اندرويد. فده برضو خيار انتوا ممكن تستعملوه في الاستهداف بتاعكم. مش كده وبس، انت ممكن لما تختار الديفايس بتاعك تبتدي تختار برضو السوفت وير اللي هو عليه. فسي دلوقتي انت مثلا عايز تستهدف الناس اللي هي ماسكه تليفون ابل بس اللي معاها مثلا لحد سوفت وير 11 مثلا بس، او الناس اللي هي من 11 فيما فوق. تبتدي تلعب بقى براحتك زي ما انت عايز في الاستهداف بتاعك. ده كده كان كل حاجه تقريبا ليها علاقه بالاستهداف. حتى ببص على النوتس عشان اتاكد ان انا مش ناسي حاجه. كده كل حاجه في الاستهداف. اتمنى يكون كده الرؤيه وضحت بالنسبه لكم كتير جدا. اللي هيكون صديق جامد جدا ليكم في الاستهداف هو جوجل زي ما انا وريتكم. في اي سؤال عندكم روحوا على جوجل، اكتب والله مين البراندات او ايه اشهر البراندات، ايه اشهر المجلات اللي ناس معينه بتتابعها، ايه احسن ويب سايتس في المجال الفلاني، ايه احسن ويب سايتس بتبيع مكملات غذائيه. هيبتدي يطلع لك اسماء، خد الاسماء دي حطها في الانترست او حطها في الاستهداف بتاعك، وشوف بعد كده اعمل تيست وشوف النتائج اللي هتطلع لك بعد كده. خلينا بقى نمسك كده الاسئله اللي عندكم. يعني الطبيعي ان انا كنت بعرف ان انا اطلع الاسئله على الشاشه، بس عشان الدنيا فصلت هنا فانا هجاوب على الاسئله بتاعتكم من على الموبايل. لا اله الا الله. طيب، ايه اللي يخلينا نستخدم جوجل تاج مانجر؟ جوجل تاج مانجر ده لما تكوني يا نرمين عايزه تستعملي اي كودز، انت عايزه مثلا تحطي اكواد كتير على الويب سايت عندك، وفي نفس الوقت لو حطيتيها على الويب سايت على طول الويب سايت هيتقل لان في اكواد كتير. فانت بتحطي هو كود الجوجل تاج مانجر بس، وبترمي بقيه الاكواد كلها من جوجل تاج مانجر، فبتبقى وسيله لهندله الموضوع شويه. استهداف ملابس حريمي. محمد عمر بيسأل ازاي اعمل استهداف لملابس حريمي. ما تعملش استهداف اصلا يا محمد. هو مفيش ستات، يعني متهيألي الستات كلها بتلبس، ولا انتوا شفتوا ستات ما بتلبسش يا جماعه؟ لو كده حد يقول لي. لكن الناس كلها بتلبس، رجاله وستات. فانت فعلا لو ما استهدفتش اي حد الناس هيجيلك ناس بتشتري. لو انت عايز بقى تتعمق في الموضوع شويه خلاص ممكن تستهدف مثلا الناس بقى اللي هي اللي بيشتروا من براندات معينه. بس لو انت حطيت براندات معينه ممكن يبقى ده مستواهم في البراندات، فلو هم لقوا حاجات تانية اقل من المستوى ده ممكن ما يشتروش. فالتستنج هنا هو اللي هيرجع برضو معاك في الموضوع ده. اعمل تيست ازاي بعد ما اعمل الاستهداف؟ معتز بيسأل. التيست ده اللي انا اتكلمت فيه بالظبط يا معتز وانا بشرح من شويه. يعني انت بتيجي هنا زي ما انت شايف انا عامل كذا اد سيت، الكذا اد سيت دول كل واحده فيهم تيست، تمام؟ فكل اللي عليك ان انت هتبتدي تشوف النتائج اللي طالعه لك من كل واحده فيهم عامله ازاي. في فيديو انا هسيبه لكم تحت كان اسمه تحليل نتائج حملات الاعلانيه بتاعت الفيسبوك، اتكلمت فيه بالتفصيل في الموضوع ده، فهسيبه لكم تحت ان شاء الله بعد اللايف تقدروا ان انتوا ترجعوا وتشوفوه. احمد صلاح بيقول هل عادي اعمل اعلان كونفرجن وافتح الاستهداف واعمل اعلان كاروسيل؟ هل هتكون النتائج كويسه والمنتجات كلها نسائيه فقط؟
انت هنا هترجع برضو لجزئيه التستنج يا احمد. يعني ايه؟ يعني انا مش هقدر اقول لك الكاروسيل هيبقى احسن ولا الصوره ولا الفيديو. انت ممكن تعمل في الادست الواحده اعلان صوره واعلان فيديو واعلان كاروسيل، وتشوف مين فيهم اللي هيجيب لك نتائج. ولو بتعمل اعلان كونفرجن، خلي فيه استهداف الاول لحد ما تجيب داتا، وبعد كده خلي الاستهداف بتاعك برود، وده انا هتكلم فيه في فيديو لوحده تماما. بس لان الكونفرجن عشان انت معاك بيكسل، فالبيكسل بيتعلم، فالبيكسل لما يتعلم تقدر ان انت تستهدف برود حرفيا، اللي هو انت ما تحطش حاجه في الاستهداف ده خالص. انت بتستهدف مثلا 45 مليون وهيجي لك نتائج، لان البيكسل اتعلم خلاص. فلو ما عندكش داتا ابعد عن البرود دلوقتي لحد ما تجيب داتا معينه، ولو عندك داتا تقدر انت ساعتها خلاص تستعمل البرود تارجتنج. وتقدر برضو ان انت تستعمل اللوكال لايك اودينس كحل مبدئي في الاول. اللوكال لايك اودينس تقدر تعمل منها، يعني انت تقدر تعمل لوكال لايك اودينس لو عندك اكتر من 100 واحد عملوا الاكشن ده، فجو اهيد واستعمل برضو الاوبشن ده معاك. شادي بيقول ايه متوسط عدد العملاء اللي حضرتك بتحب تشتغل معاهم في الشهر كفريلانسر بحيث ما يكونش فيه تشتت؟ هو انا بقالي فتره كبيره ما اشتغلتش كفريلانسر يا شادي، لان انا حاليا مركز على تو بيزنسز عندي. بس لما كنت بشتغل فريلانسر كنت دايما بحب اشتغل مع الهاي كواليتي كلاينتس. يعني ايه هاي كواليتي كلاينتس؟ يعني العميل اللي هو معاه فلوس يصرفها على البيزنس بتاعه، مش واحد داخل يعمل تيستنج ب$5 ويجي يقول لك انا صرفت $5 وما جاليش نتائج. النوعيه دي اساسا انا يعني ما فيش كونسلتيشن حتى، او ما بدخلش معاهم في مكالمات، ما بضيعش وقت معاهم. فالتشتت عندك هيجي من هنا، هيجي من ان انت بتحرق وقت مع عملاء فعلا هممهم ان هو البيزنس بتاعهم ينجح، ولا اي حد عايز يعمل اي اعلان وخلاص. لو انت بتدور على هاي كواليتي كلاينتس مش هيفرق معاك انت هتشتغل مع كام واحد، لان انت حتى لو اشتغلت مع 2 هيدولك فلوس تعيشك الشهر كله مرتاح. ركز على نوعية العملاء مش عدد العملاء. مروان تحية من المغرب، سؤال بسيط بالسي بي او. هو انت مش قايل سؤالك يا مروان؟ انا كان في فيديو اتكلمت فيه عن السي بي او والاي بي او، هسيبه لكم برضو تحت. بس السي بي او احنا بنستعملها في السكيلينج يا مروان. الاي بي او نفس اللي انا كنت بعمله دلوقتي، ده اللي انا عامله هنا، ده اللي انا عامله دلوقتي ده اي بي او، لان انا كل اد سيت من دول انا حاطط البادجت فيها. لكن لو انت خليتها سي بي او هتبقى البادجت في الكامبين نفسها. فاللي انا عامله هنا ده اي بي او، ده انا بستعمله في التستنج. شكرا ليك يا مروان وتحياتي لاهل المغرب. ضياء بيقول حملات التحويل ومبيعات الكتالوج مفيش نتائج منها خالص، مع ان الميزانيه اليوميه 200 جنيه، ساعات اكتر، ومحتوى الاعلان كويس، بس نتائج الرسائل هايله، وعامل بيكسل ورابط الدومين اي بي اي. طيب هو هنا في نقطة، الكونفرجن كامبينز محدش قال انها سهل تجيب منها تحويلات على طول، لان انت البيكسل زي ما قلنا بيحتاج ان هو يتعود الاول على نوعية العملاء. بس لو انت عندك نتائج من الرسائل انصحك تاخد الداتا دي زي ما انا قلت تاني، اعمل منها كاستم اودينس واعمل منها لوكالايك اودينس، واستخدم اللوكالايك اودينس في الكونفرجن كامبين بتاعتك. اراهنك ان انت هتلاقي نتائج احسن بكتير. ومش عايزك تقول ان انت بتعمل حملات تحويل ب 200 جنيه او اكتر وحاسس ان 200 جنيه ده رقم كبير، عشان ما ازعلش منك وعشان الفيسبوك ما يزعلش منك، لان الكونفرجن كامبين اصلا بتبقى عايزه بادجت كبيره قوي. انا لما بشتغل يعني ممكن $20 على الاقل كل يوم لو هعمل كونفرجن كامبين، عشان اختبر على الاقل 4 اد سيت، كل اد سيت $5. فده برضه على حسب السعر بتاع المنتج ونوع الخدمه اللي انت بتقدمها ودرجه الوعي اللي عند الكاستمرز، وهل انا محتاج اعمل اديوكيشن واعلم الكاستمرز بتوعي بالمنتج بتاعي، ولا هم اصلا عارفينه، ولا ايه بالظبط. ف ممكن تعمل لنا فيديو افضل استراتيجيات للتسويق العقاري. التسويق العقاري انا كان في فيديو عامله عن ازاي تستهدف، او افضل استراتيجيات للبزنس المحلي. 98 كي نينجا بيسأل، فانصحك تشوفه، لان انا المثال اللي ضربته في الفيديو كان على التسويق العقاري، فشوف الفيديو ده. طيب سيبوا لي اسئلتكم بقى تحت في الشات في الكومنتات. كده احنا هنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. بنعتذر تاني على الخطأ التقني اللي حصل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي اسئله لسه سيبوها لي تحت في الكومنتات، وقولوا لي برضو اقتراحات للفيديوهات اللي انتوا عايزينها ان شاء الله في الفتره الجايه. هنزل لكم يوم الاثنين باذن الله في فيديو عن الحملات الاعلانيه، انواع الحملات الاعلانيه، كل حاجه فيهم لازمتها ايه وبنعملها امتى. الناس اللي كانت بتسال على الاستراتيجيات بتاعه الحملات الاعلانيه، امتى استعمل الحمله دي وما استعملش الحمله دي، ده الفيديو ان شاء الله اللي هتكلم فيه يوم الاثنين باذن الله. وهيبقى معانا لايف جديد كالعاده يوم الجمعه الجايه. وادعوا ان ما يحصلش زي اللي حصل النهارده. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.